السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في حلقة من الحلقات المهمة جدا، ألا وهي أهم أدوية الضغط الموجودة في الصيدلية، وإيه هي أهم المواد الفعالة المستخدمة لتقليل ضغط الدم. ويا ريت لو أنت لسه أول مرة تتفرج علينا ما تنساش تدعمنا وتدوس لايك وتعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول. أول عيلة هنتكلم معاها النهاردة وهي عيلة البيتا بلوكرز، والعيلة دي بتعمل على علاج بعض الأمراض المتعلقة بالقلب زي الذبحة الصدرية أو ارتفاع ضغط الدم، وده عن طريق إنها بتعمل بلوكينج للبيتا ريسبتورز اللي المفروض إنها بتتحد مع بعض الهرمونات اللي في الجهاز العصبي زي مثلا الأدرينالين، وده بدوره بيعمل على منع حدوث الستريس ريسبونس. ولما بيحصل بلوكينج للبيتا ريسبتورز ومش تتحد مع الهرمونات دي بيقل الضغط على القلب، وكمان بتقل قوة الانقباض بتاعة العضلات القلبية. وطبعا الأدوية دي لا توصف إلا بأمر الطبيب المتخصص بس. أول مادة فعالة معانا في العيلة دي وهي الأتينولول، ودي بتنزل بتركيزات 25 مللي جرام، 50 مللي جرام، و100 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منه هي الأتيلول، الأتينو، الأتينولول، البلوكيوم، التينورمين، والتنزولول. وده جرعته بتكون 25 مللي جرام إلى 100 مللي جرام يوميا، وطبعا بيكون بأمر الطبيب المتخصص بس. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي البيتاكزولول، ودي بتنزل بتركيزات 10 مللي جرام و20 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منه هي البيتاكزولول، وده جرعته بتكون 5 مللي جرام إلى 20 مللي جرام مرة واحدة يوميا، وطبعا بتكون بإشراف الطبيب المعالج بس. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي النيبيفولول، ودي بتنزل بتركيزات 2.5 مللي جرام، 5 مللي جرام، و10 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة منه في السوق هي المافيلور، النبلت، النيفيلوب، والسيمبيان. وده جرعته بتكون 5 مللي جرام يوميا وممكن تزيد عن كده كمان، وطبعا بتكون تحت إشراف الطبيب المعالج بس. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي البيزوبرولول، ودي بتنزل بتركيزات 2.5 مللي جرام، و5 مللي جرام، و10 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة منه في السوق هي الكونكور، البيزو بيتا، والبيزو كارد، والبيزو لوك، والبيزو برول، والبيستول، والإيج برو، والنورموكارد، والسوبرول. وده جرعته بتكون 2.5 مللي جرام إلى 5 مللي جرام مرة واحدة يوميا، وممكن تزيد إلى 10 مللي جرام يوميا، وطبعا بتكون تحت إشراف الطبيب المعالج بس. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي الميتوبرولول، ودي بتنزل بتركيزات 25 مللي جرام، و50 مللي جرام، و100 مللي جرام، و200 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة فيها هي السيليكونزوك، ودي جرعتها بتكون من 25 مللي جرام إلى 100 مللي جرام يوميا، وطبعا بتكون تحت إشراف الطبيب المعالج بس. المواد اللي فاتت دي كلها بقى بتكون سيلكتيف على البيتا 1 بس، يعني بتعمل بلوكينج للبيتا 1 ريسبتور بس. إنما المواد اللي جاية بتكون نون سيلكتيف، يعني ممكن تقفل البيتا 1 والبيتا 2 ريسبتورز، وبتستخدم أكتر عشان تنظم ضربات القلب، زي مثلا مادة البروبرانولول، ودي بتنزل بتركيزات 10 مللي جرام و40 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة منها هي الإندرال، الإندولول، والبرولول. وده جرعته بتكون على حسب شدة الحالة وبتكون تحت إشراف الطبيب المعالج بس. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي السوتالول، ودي بتنزل بتركيزات 80 مللي جرام و160 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة منه في السوق هي البيتا كور والسوتالوك، وده جرعته بتكون 80 مللي جرام يوميا، وبيكون تحت الإشراف الطبي بس. خد بالك بقى إنهم ممكن يحطوا مواد من عيلة البيتا بلوكرز مع مواد من عيلة السيازايد ديوريتكس، والمثال على كده إنهم يحطوا مادة الأتينولول مع مادة الكلورثاليدون، ودي هتلاقيها بتنزل بتركيزات 50 على 12 ونص، و50 على 25، و100 على 25. وهتلاقيها في أدوية زي الأتينوسي، البلوكيام ديو، التينيدون، التينوريت،
والتينوريتك، وجرعتها في الغالب بتكون مرة واحدة يوميا، وطبعا بتكون تحت الإشراف الطبي بس. أو مثلا إنهم يحطوا مادة النابيفيلول مع مادة الهيدروكلوروسيازايد، ودي بتنزل بتركيزات 5/12.5 و5/25. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها النبلت بلس والنيفيلوب بلس، ودي جرعتها في الغالب بتكون مرة واحدة يوميا، وطبعا بتكون تحت الإشراف الطبي بس. كمان هتلاقي مادة البيزوبرولول محطوطة مع مادة الهيدروكلوروسيازايد، وبينزلوها بتركيزات 2.5/6 وربع و5/6 وربع و5/12.5 و10/6 وربع و10/25. وأهم الأدوية الموجودة منها هي البيزوكارد بلس، البيزولوك دي، البستول بلس، الكارديفو كير، والكونكور بلس، واللودوز، والسوبرال بلس، وده جرعته بتكون مرة واحدة يوميا، وطبعا بتكون تحت الإشراف الطبي. وبكده نكون لخصنا كل ما يخص عائلة البيتا بلوكرز، وخلينا بقى ننتقل لعيلة أصغر منها شوية وهي عائلة الألفا بلوكرز. والعيلة دي بتعمل على تقليل ضغط الدم عن طريق إنها بتعمل بلوكينج للألفا 1 ريسبتورز اللي بيمنع اتحاده مع بعض الهرمونات زي النور إبنفرين، وبالتالي لما مش هيحصل الاتحاد ده هيقل ضغط الدم، وكمان القلب هيضخ الدم بطريقة طبيعية. وطبعا الأدوية دي بتكون تحت الإشراف الطبي بس. أول دواء معانا وهو الدوكسازوسين، وده بينزل بتركيزات 1 مللي جرام و2 مللي جرام و4 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة منه في السوق الكاردورا، الدوسين، الدوكساكور، الدوكساستين، الدوكسازين، والدوكسازوسين، والديوراسين، ودي جرعتها بتكون 1 مللي جرام يوميا، وممكن تزيد عن كده كمان، وطبعا بتكون تحت الإشراف الطبي بس. تاني مادة فعالة معانا وهي البرازوسين، ودي بتنزل بتركيزات 1 مللي جرام و2 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الميني بريس، ودي جرعتها بتكون 1 مللي جرام كل 8 ساعات يوميا إلى 12 ساعة يوميا، وممكن الجرعة تزيد عن كده كمان، وطبعا بتكون تحت الإشراف الطبي. آخر مادة فعالة من العيلة وهي التيرازوسين، ودي بتنزل بتركيزات 1 مللي جرام و2 مللي جرام و5 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الإيزي بي، والإترين، والبروستاسين، والتيرازين، وجرعتها بتكون 1 مللي جرام إلى 5 مللي جرام يوميا، أو كل 12 ساعة يوميا، وطبعا بتكون تحت الإشراف الطبي بس. نيجي بقى للعيلة اللي بعد كده وهي الألفا 2 أجونست، والعيلة دي بتعمل ستيميوليشن للألفا 2 ريسبتورز، وده بيعمل على تقليل إنتاج هرمون الأدرينالين اللي بيكون موجود في الجهاز العصبي. وخد بالك إن العيلة دي بتكون آمنة للحوامل في علاج الضغط، بس بتكون طبعا تحت الإشراف الطبي. والمادة الفعالة الموجودة في العيلة دي هي الميثايل دوبا، وبتنزل بتركيزات 250 مللي جرام و500 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الألدوميت، الميثايل دوبا، الإيبي دوبا، والألفا دوبا، والكادوميت، وجرعتها بتكون من 250 مللي جرام إلى 1000 مللي جرام يوميا، وطبعا بتكون تحت الإشراف الطبي بس. آخر حاجة هنتكلم عليها النهاردة وهي المواد الفعالة اللي بتقفل البيتا ريسبتورز وكمان بتقفل الألفا ريسبتورز. وأهم المواد الفعالة اللي بتقفل الاتنين مع بعض هي مادة الكارفيديلول، ودي بتنزل بتركيزات 6.25 مللي جرام و12.5 مللي جرام و25 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الكارديلول، الكارلول في، الكارفيديلول، كارفيد، الكارفيبريس، الديلاترول، والديلاتريند، والكارفكس، ودي جرعتها بتكون من 6.25 مللي جرام إلى 25 مللي جرام كل 12 ساعة يوميا، وطبعا بتكون تحت الإشراف الطبي بس. خد بالك بقى إن مادة الكارفيديلول ممكن تتحط مع مادة الهيدروكلوروسيازايد، ودي هتلاقيها في دواء واحد بس وهو الكوديلاترول، وطبعا زي ما قلنا الجرعة بتكون تحت الإشراف الطبي بس. المادة التانية برضو اللي بتقفل البيتا بلوكرز والألفا بلوكرز وهي اللابيتالول،
ودي بتنزل بتركيزات 100 مللي جرام و200 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي اللابيبريس، ودي جرعتها بتكون من 100 مللي جرام إلى 200 مللي جرام كل 12 ساعة يوميا، وبتكون تحت الإشراف الطبي بس. وبكده نكون لخصنا الجزء الأول من أدوية الضغط الموجودة في الصيدلية، وإن شاء الله أول ما نخلص الجزء التاني هننزله على طول. وياريت لو الحلقة دي عجبتك إنك تشيرها لكل زمايلك عشان يقدروا يستفادوا منها وتسهل عليهم كتير في التدريب داخل الصيدلية. وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.